بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما تكونوا بخير. إن شاء الله محاضرة جميلة هنبتدي نتكلم فيها عن ازاي نعمل solved example بس على برنامج الساب. ازاي نعمل assignment للويند بريشر على القرش. ان شاء الله المحاضرة دي هنتكلم بالتفصيل عن القرش بس على الساب. المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا ازاي على الاكسل شيت. ازاي هنبتدي ناخد نفس القيم دي ونعمل لها assignment على الساب. ممكن ان شاء الله المحاضرة اللي بعدها نبتدي نتكلم على الدومز برضو. آه، تعالى كده نراجع بسرعة. احنا دلوقتي المرة اللي فاتت عشان نفتكر قبل ما ندخل على البرنامج، احنا دلوقتي القرش قلنا بنقسمه 3 مناطق: منطقة A ومنطقة B ومنطقة C. المنطقة A دي بتمثل الويند وورد، والمنطقة C دي بتمثل اللي وورد، والجزء بتاع البي ده يعتبر اولموست عامل زي الروف. طيب بالتالي احنا مثلا دلوقتي كنا ايه القيمة اللي احنا بندخلها؟ كنا بندخل الجزء بتاع الاسبان والاتش اللي هو الارتفاع ده اللي هو الهاي. كان هو اوتوماتيك بيحسب الاتش على ال الاسبكت ريشيو ديت، وكان بندخل حاجة تانية كمان. كنا بنعرف هل ديت اون جريد ولا اوفر بيلدينج. تمام، زي اون جريد فبالتالي بيحسب لنا القيم بتاعة الايه الاون جريد. طيب بالتالي ديت الحسابات بتاعة الويند بريشر العادية اللي احنا متعودين عليها في كل سواء المباني او المنشآت مش مختلفة. وبعد كده بيبتدي خلاص بيحسب لك السي اي فاكتور. تمام، بيز على ان هي اون جريد للثلاث مناطق زي ما قلنا الاي والبي والسي، وبعد كده بيضربهم في الفاكتور بتاع السي اف والكي في الكيو. يعني بياخد القيم ديت تمام بتاعت السي اف، تمام، ويضربها في الكي بتاعته بيز على الاكسبوجر اريا وفي الهايت، فبتدينا ايه القيم دي. تمام، خلاص يبقى احنا دلوقتي بقى، فبالتالي احنا لما بيجي يحسب الاكسترنال ويند بريشر هتدي له ايه القيم دي، لان احنا الزد بتاعتنا 5 متر، فبتدينا القيم ايه دي. فبالتالي احنا عايزين نعمل ايه بطريقه بسيطه جدا. هنعمل اساينمنت للود ديت الويند بريشر ديت على القرش بس على برنامج الساب. هنعملها بطريقتين. الطريقة الأولانية لو احنا مثلا عندنا القرش ده حاجة صغيرة جدا، تمام، مثلا في حدود المتر أو كده، وهنعتبره إن هو فريم إيليمنت. والطريقة التانية لو احنا عندنا شيل إيليمنت هنبتدي نعمل إيه؟ تعالى كده نروح لبرنامج الساب. طيب احنا دلوقتي أول ما نفتح برنامج الساب هنلاقي عندنا الواجهة دي. طيب احنا ممكن نعمل إيه؟ ممكن نعمل مثلا إيه، نختار الجريدز من هنا. تمام. آه طيب الجريدز بتاعتنا ممكن نقول ان احنا كام نمبر اوف جريدز. ممكن نقول ان احنا عندنا 3. تمام، وفي اتجاه الواي بتاعنا ممكن نقول 1. تمام، وفي اتجاه الزد ممكن نقول ايه 2. تمام، في اتجاه الاكس كام مثلا ممكن نقول عندنا احنا الدامتر زي ما قلنا ان هو 5، او الدامتر بتاعنا 10 متر. الدامتر بتاعنا 10 متر اللي هو السبان اللي هو ال ده 10 متر، فاحنا نقول مثلا السبيسنج بتاعنا كام 5 متر. تمام، طيب يبقى السبيسنج بتاعنا 5 متر. تمام، في اتجاه الاكس ده 5. تمام، في اتجاه الواي مش هتفرق بقى لو احنا مثلا كاتبين ان هو جريد واحدة. في اتجاه الزد برضو كام 5. اوكي. طيب طيب ده كده ليه اللوكال كوردينيت او الاوريجين بتاعتك لو انت عايز ترحلها في مثلا في حتة معينة. تمام، هيبتدي يطلع لنا الايه الجريد بتاعتنا بالمنظر ده. تمام، طيب خلاص يبقى احنا اتجاهنا ايه اكس زد. خلينا ناخد الاتجاه بتاع الاكس زد بتاعنا ده كده. تمام، في اتجاه الاكس زد هنعمل ايه؟ هنعمل عاوزين نرسم بوينت السبيشال بوينت ديت. عندك طريقتين عشان نعمل القرش هنبتدي نتكلم عليهم. تمام، ممكن الطريقه الاولانيه تمام ان انت تعمل ايه، ودي اتكلمنا عليها قبل كده. ممكن تبتدي تعمل مثلا تاخد ده مثلا كده، تعمل النقطه دي. تمام، وبعد كده تعمل ايه تمسلك النقطه دي كده. تعمل سيلكت للنقطة دي وتقول له والله أنا عايز أعمل لها اكسترود، تحولها من بوينت لفريم إيليمنت. طب الفريم إيليمنت ده هيبقى عامل إزاي؟ راديال. تمام، حوالين أنهي نقطة أو حوالين إيه؟ حوالين دلوقتي ده الإكس زد يبقى حوالين الواي. هيلف حوالين الواي لأن ده الواي. طيب يبقى هيلف حوالين الواي. روتيت حوالين النقطة أنهي؟ النقطة دي بتمثل لنا لو أنت مشيت كده هتبقى كام؟ 5 و0. يعني دي كده 5 وصفر. طيب الانجل بتاعتنا كام؟ الانكريمنت مثلا ممكن نقول ان احنا ايه بنتكلم مثلا في 22.5. تمام، كل 22.5. تمام، في كام هيبقى دول مثلا كده 4 و4 يبقى ده كده ايه 8. تمام، خلينا كده نشوف. طيب هو حولها ايه في الاتجاه التاني اللي احنا عاوزين نعملها في الاتجاه العكسي. تمام، فخلاص ممكن نرجع تاني كده
نفس الاساينمنت اللي احنا عملناه، بس هتبقى بايه؟ بالنيجاتيف. يبقى احنا دلوقتي نقول له تاني اكسترود البوينت ديت. كويس ان احنا برضه عشان ايه نعيد الخطوات تاني بحيث ان برضه ايه تبقى اوضح شويه للناس. احنا هنعمل الاكسترود، هنخلي النقطه دي تلف حوالين ده، تمام، بحيث ان تمثل لنا الارك دوت، تمام، حوالين. فخلاص هو بيقول لك ايه النقطه اللي انت عايز إيه؟ اول حاجه المحور اللي انت هتلف حواليه هو محور واي، لان احنا ده اكس وزد والواي اللي هو الخارج ده، فبالتالي هيلف حوالين محور ايه؟ واي. طيب النقطه اللي هتلف عليها كام؟ النقطه دي كام؟ بتمثل 5 وصفر، 5 اكس وزد بيكوال 0. طب الانجلز هتبقى كام؟ مثلا ممكن نقول 22 ونص، احنا عايزين نكون ارك 180، فبالتالي هنقول ان ده نيجاتيف، عشان يلف في الاتجاه ده، و8 في 22 ونص تدينا الكام؟ ال 180. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت عندك، لو انت مثلا عندك كروس سكشن، انت ممكن تختار الكروس سكشن. يعني انت لو انت اصلا كروس سكشن معين مثلا، تمام، فانت ممكن تقول مثلا والله انا عندي فريم ستيل، عندي بايبس، عندي ايا كان، تمام. مش ده القصه. احنا بس ايه بقول لك ان هو ايه في الاخر ايه، احنا ازاي بنأصلا الويند، وانت بتحط الكروس سكشن عادي، بتعرف الكروس سكشن اللي موجوده عندك، وبعد كده تخلي البرنامج يعمله لك ايه ديزاين. بالتالي ده اللي حصل ايه، اللي حصل هو ده الارك اللي ايه اللي اتكون عندنا. بنيجي نعمل ايه؟ بنروح جاي الناس عاملين مسلكين النقطتين دول سيلكت، تمام، ونعمل ايه بقى؟ اساين جوينت ريسترين، تمام، ونعمل ايه؟ اساينمنت ليهم، تمام، از ايه؟ هنج. طيب في ملحوظه ان احنا عايزين نقولها. الملحوظه الاولانيه، احنا دلوقتي الارش او الراديال اللي احنا بنتكلم عليه هو في الفاينات اليمنت او في الساب، هو ما بيتعاملش معاه اللي هو ايه راديال زي ما احنا متخيلين. لا، هو بيتعامل على ان هي فريمات مايله، وبالتالي عشان تحسن النتائج، كل ما تحسن النتائج يبقى انت محتاج تعمل ديفايد للممبرز دي اكتر. فانت والله بدل ما تكون مثلا كل مثلا هم 8، لا ممكن تبقى تعملهم 16، بدل ال 16 ممكن تعملهم 30، بحيث ان انت تحسن، تمام، تحسن يبقى عندك، تحسن النتائج عندك. وبالتالي ليه؟ لانه اقرب، هيكون ساعتها اقرب للكيرف. يعني بدل الحته دي كده الكسرات دي، لا هتلاقي الكيرف ماشي كده، تمام، تحت كده شويه، اقرب للكيرف. طيب طيب احنا دلوقتي مثلا ايه، خلينا هرسم لك حاجه كده اهوت عشان توضح لك بس الفكره. احنا دلوقتي عشان اميز لك، بص دول مش بنعمل بيهم حاجه، يعني هو الخطين دول مش الهدف منهم اعمل حاجه، بس عشان اوريك انهي 3 مناطق اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. يعني دي المنطقه ايه، يعني ده المنطقه ايه، دي المنطقه بي، دي المنطقه سي. احنا بعد ما نقصين هنشيل دول، انا بس كل الهدف منه عشان افصل لك اوريك انهي ايه 3 مناطق. وبالتالي هنفترض ان الفريم ده اساسا في الاتجاه التاني ده مثلا عرضه يجي متر مثلا، وبالتالي هنبتدي هنعمل ايه؟ هنعمل اساينمنت لللود. طب عشان قبل ما نعمل اساينمنت لللود، خلاص احنا بنعمل ايه؟ ديفاين ويند باتر او لود باتر. خلاص الويند مثلا ده في اتجاه الاكس، ويند اكس، تمام. طيب ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ويند. طيب هل بكود معين؟ لا، في الجزء بتاع الفريم اللي انت هتصن اللود على طول خلاص، او البريشر على طول، فده مش محتاج. فانت ممكن تعمل ايه؟ يوزر ديفاين او نون عادي، تمام، تقول له ايه اد. طيب احنا دلوقتي، طب احنا ليه مثلا ايه الهدف من ان انت تعرف في الاخر طالما انت مثلا نون، او تعرف ليه التايب بتاعها سواء الداتا او الويند؟ لان انت ممكن تخلي البرنامج يعمل لك جنريت للود كومباينيشن، فبالتالي هيرجع للكود اللي انت شغال عليه سواء الاسكي او اليو بي سي او اليورو كود او ايا كان من الاكواد الثانيه، تمام، ويروح يعمل لك يجنريت اللود كومباينيشن دي بيزد على اللود تايب ديت. اوكي. طيب ده الهدف ان انت تختار اللود تايب، وبرده في نفس الوقت هو بيبتدي يعمل كاستمايزيشن للود. مثلا انت دلوقتي في حاله الويند مثلا هنا، ولو اخترت كود تاني هيبتدي يفتح لك حاجات تانية. مثلا لو اخترنا مثلا اسكي 10 وقلنا موديفاي، مثلا قلنا موديفاي اللود باتر، هيبتدي يحط لك البارامترز بتاعت الايه الاسكي، تمام. دي مش هتعملها لو انت مثلا عملت ايه مثلا ده نون او اذر. اوكي. فبالتالي زي ما احنا قلنا مثلا هنا ايه نون، تمام، ماشي. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل بسرعه بسيطه كده دلوقتي ايه الاساينمنت بتاع الايه الويند بريشر اللي احنا كان عندنا، اللي هي 0.83 ونيجاتيف 1.32 ونيجاتيف 0.55. طب نلاحظ ملحوظه، ال 0.83 دي عباره عن ايه؟ ده بريشر معناه ان هو ايه داخل على الاليمنت، تمام. طب والحاجات التانية ديت المفروض ان هي ايه، ان هي المفروض دي سكشن ودي سكشن، وبالتالي
تمام. يبقى هو الاساينمنت بتاع اللود ده داخل على الشيلز، ده الاتنين دول خارجين من ايه الشيلز. اوكي طيب تعالى كده نشوف في البرنامج هيتعمل ازاي. اول حاجه عشان احنا نعملها تمام في حاجتين مهمين لازم نبقى عارفينها. اول حاجه نروح نبين اللوكال اكسس، تمام يعني خلينا كده نبص على اللوكال اكسس بتاعه الايه الفريمز. طيب دي هتيجي هنا تخش على القائمه بتاعت هتلاقي فيه جوينتس وكيبل وسوليدز تندونز ولينكس وارياز وفريمز. يبقى احنا اللي مهم بالنسبه لنا ايه الفريمز. نخش ندخل على اللوكال اكسس تمام ونقول له ايه خلاص بينها لي. طيب ايه بينها نلاحظ ايه ان انت لو عملت اساينمنت للود في الاتجاه البوزيتيف هيبقى طالع، فانت محتاج ان انت تعمل له اساينمنت في ايه في اتجاه النيجاتيف. تمام يعني البوينت 83 ديت هتعملها في اتجاه نيجاتيف عشان تدخل على الممبر مش عشان تخرج منه، عشان لو انت عملتها بقيمه البوزيتيف هتديك ايه هتديك انها سكشن عكس الايه اللي احنا عايزينه. طيب دي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه احنا قلنا الويند بريشر ايا كان بيأثر على ايه في اتجاه عمودي على الممبر، وبالتالي مش هينفع ان انت تحطه في اتجاه اكس او اتجاه واي او اتجاه زد. يعني مثلا لما تيجي تعمل اساينمنت لللود تمام بتعمل فريم لود، طب خلاص ديستريبيوتد. الديستريبيوتد ده هنعمل له ازاي؟ هتيجي تختار اول حاجه هو بيقول لك اللود باترن ان انت عايز تاساين اللود فيها هتبقى الويند اكس. طب الكوردينيت سيستم في حاجه اسمها جلوبال. طب الجلوبال ده عباره عن ايه؟ اللي هو الاكس والواي زد اللي هم الايه اللي متعرفين في البرنامج لوحدهم، اللي هو الثلاثه ايه اللي هو الاكسيس دول. تمام لا احنا مش جلوبال، فاحنا هنعمل ايه؟ طب الجلوبال دي فيها ايه؟ فكل الحاجات دي فيها اكس وواي زد، والاكس بروجكت والواي بروجكتد والزد، فده مش هتنفع معانا. يعني ليه؟ لان انت دلوقتي ده كده في اتجاه الاكسس، انا عاوزها في اتجاه اللوكالز بتاعت الممبر، فمش هختار في الجلوبال هختار الايه اللوكال. طيب اللوكال انهي واحد بقى؟ واحد ده اتجاه الاكسس، اتنين اتجاه العمودي عليه اللي في الاتجاه ده تمام، والاتجاه التلاته في الاتجاه الاوت اوف بلين. فبالتالي لو احنا اخترنا اتجاه اتنين هنيجي نقول والله ديت نيجاتيف بوينت 383، ده على اعتبار ان الفريم ده عرضه ايه متر. لو انت الفريم ده عرضه اقل من كده هتضرب في الايه في عرض الفريم. تمام ونعمل اصلا اللود نبص نلاقي بقى ايه ان اللودز اهي. بص بقت ايه اتجاه السهم، خلي بالك دايما من اتجاه السهم. شايف اتجاه السهم فين؟ داخل على الممبر. تمام وده ايه خلي بالك ان احنا ماشيين في اتجاه اللوكال اكسس بتاعت الممبر اللي هي 2. طيب بعد كده الجزء اللي في النص ده كان كام؟ كان بنتكلم 1.32 بس ده نيجاتيف، لا احنا يعني ده سكشن ومحتاجين ان هو يبقى خارج، فبالتالي احنا هنيجي ناخد نمسك الممبرز دي كلها تمام ونعملها كام؟ تبقى 1.32 تمام، هتبقى في الاتجاه الخارج بتاع الممبر. شايف دي السكشن اهو. طيب اخر قيمه بتاعتنا كام؟ هتبقى نيجاتيف 0.55 يعني سكشن، يبقى تبقى ايه 0.55. بناخد دول كده ونعملها كام 0.55. تمام كده خلاص ان احنا كده عملنا اساينمنت ايه لللود بتاعنا. تمام نمسح التو ممبرز دول اللي ما كانش لهم لازمه، احنا بس كنا عشان نعرف الثلاث مناطق بالنسبه لنا تبقى ايه سهل. اوكي ده كده الايه الطريقه اللي احنا بنستخدمها في حساب مثلا ايه الارشز. تمام احنا ممكن نعمل ايه سيف للبتاع ده. تمام ممكن نقول ويند اون ايه ارش 1 تمام. طيب احنا دلوقتي ده كده ليه الجزء الاولاني. طب انا سؤالي تمام لو احنا مثلا جينا شلنا الفريم ده خالص، هل في طريقه تانية ان احنا نرسم الفريم ده؟ اه في طريقه تانية. خلينا كده نبص بصه كده ديت يعني اوبشنز هي موجوده في البرنامج بحيث ان انت تنفع تستخدم اكتر من اوبشنز. ينفع تستخدم اكتر من اوبشنز. اوكي كل واحد وايه على حسب. يعني انت دلوقتي ايه في حاجه اسمها هنا كيرفد فريم. كيرفد فريم ده هو بيقول لك ايه هو كونتينيوس تمام مش وبعدين هتيجي تبدا من اول نقطه هنا لغايه اخر نقطه هتلاقيه فتح لك المفروض فتح لك ايه قيمه. هو بيقول لك ايه الستارت بتاعتك احنا بدأناها من 10 و0 0 ولغايه 0 0 0. طب النقطه الثيرد بوينت اللي هي النقطه دي تمام، يعني هو انت دلوقتي دي نقطه الستارت اللي هي الاولانيه دي اللي هي النقطه دي. طب والنقطه الاند اللي هي دي، يبقى انت وانت بتسلم بتختار النقطه دي والنقطه دي، فاضل لك النقطه الثالثه فين؟ النقطه الثالثه هنا. هو بيقول لك انا عايز النقطه الثالثه. النقطه الثالثه فين؟ عند 5 و5 يعني في اتجاه اكس 5 الواي ب0 الزد بكام؟ ب5. تمام تمام
خلاص احنا دلوقتي بيقول لك انا عايز اقسمها كام سيجمنت، تقول له مثلا عايزها 8. اوكي، عايزها 8 سيجمنت. اوكي طيب خلينا كده نبص عليها بصه. بس شفت بقى كده، يعني هو في الاخر ايه، رسم لك الرسمه دي. طيب لو احنا برضه حبينا نشوف اللوكال اكسيس هو عاملها ازاي، لو احنا عملنا اللوكال اكسيس هو عاملهم ان انت ايه، خلينا بالك من نقطه، هو هنا عاملهم از ايه، از وان ممبر. تمام طيب ماشي. طيب خلينا دلوقتي لو احنا رجعنا تاني، خلينا نشوف تاني. هو اعتبره ان هو ايه، هو ممبر. لو احنا عملنا كيرفد ممبر من هنا لهنا للنقطه دي. تمام خلينا نشوف تاني، هل في طريقه ان احنا نقسمهم. تمام احنا لو احنا خدنا النقطه دي 5 و5 5 وديت 8. تمام اوكي. هو بيقول لك اهو، قال لك ايه، الاختار الاولاني قال لك كيب از سنجل اوبجكت، الحاجه الثانيه كريب بريك انتو مالتيبل ايكوال لينث اوبجكت. يعني انت ايه هكسرهم لك. خلينا كده نبص تاني. بص، فهو بالتالي عمل لك ايه، ان هم ايه، كسرهم لك هنا. تمام فده بالنسبه لك ايه، اه, ماشي. تمام فهو كسرهم لك ايه هنا ايه از ايه اوبجكتس، وهو كانه ايه قطعهم لك هنا. تمام فدول طريقتين بحيث ان انت تختار الاسهل ما بينهم. انا بديك اوبشنز تمام ان انت تعرف ايه تختار، ونفس الاساينمنت بتاع اللودز في الحالتين. تمام يعني اللي احنا عملناه المره اللي فاتت هو ده اللي احنا عملناه ايه في الفريم ده. طيب ناخد حاجه ثالثه. الحاجه الثالثه بقى ايه، نشوف ازاي لو انت عندك شيلز بقى. يعني احنا دلوقتي كل اللي احنا عملناه ايه، ان احنا مثلا عملنا فريم على شكل ايه، ارش. طب احنا لو عندنا شيلز، بمعنى ان احنا دلوقتي عندك شدايه. تمام الشد ديت مكمله، مش جاست ان انت فريم ارش صغير كده اهوت مثلا ولا بتاع بتعمل اساين اللود. تعال نشوف هل الاوبشنز ده نرسمه ازاي. ليه اكتر من طريقه، ان انت الطريقه مثلا الاولانيه انت هتاخد الفريم ده وتعمل له بقى خلاص اكسترود في الاتجاه التاني، في اتجاه الايه، الواي. يعني تاخد نفس الشكل ده وتقول له مثلا والله انا كده. تمام وتعمل له ايه، edit extrude مثلا. ده كده اللاينز دي الاريا. تمام طيب في اتجاه بقى ايه، مش الراديال، هي اللينير. تمام في اتجاه كام، هو بيقول لك انت مثلا هتعملها في اتجاه الواي. تمام هتعملها مثلا كل مثلا متر، ولكن هو البتاع بتاعتها مثلا ايه، اللينس مثلا 5 متر. تمام تقول له ديليت سورس اوبجكت. تمام ايه اللي هيحصل، هتبص تلاقي في الاخر هو قلبها المفروض الايه، لشكل بالمنظر ده. فدي طريقه من الطرق الاولانيه. هل في طريقه اسهل من كده؟ تعالى كده ايه، اقول لك على طريقه تانية اسهل شويه. طيب خلينا كده تاني. الطريقه التانية الاسهل بقى شويه. شايف انت ديت واحنا بنفتح كده اخترنا اول حاجه الجريدز، صح كده؟ صح. البرنامج هنا بيديك شويه تمبلتس مثلا للبيمز، 2 دي تراس، 3 دي تراسز، 2 دي فريم. هي حاجات تمبلت كده. طب ايه الاقرب حاجه لينا؟ الاقرب حاجه لينا ايه، الشيلز. طيب لو احنا دخلنا على الشيلز كده نبتدي نلاحظ شويه حاجات. مديك حاجه هنا الشيل تايب. تمام وشويه داتا لو انت دخلتهم وبيرسمها لك ايه اوتوماتيك، ان هو في الاخر يعني ايه بيسهل عليك خطوه ايه الرسم. يعني خلاص هي بقت تمبلت بالنسبه لي. طيب الشيلز دي السلندر دي بالنسبه لنا ايه، هي كويسه. لان انت لو فاكر ان احنا مثلا دلوقتي ايه، لما كنا بنرسم الجزء بتاع التشيمني كنا بنرسمه ايه مانوال. لكن لو انت مثلا جينا رسمنا البتاع دي كده اهوت، بص شوف اللي بيحصل. انا بديك بس اكزامبل. تمام ده الشكل ده اسهل في ان انت ايه، رسم لك الشكل اللي تشمني. تمام ورسم لك الايه كمان الجريدز بتاعتها. تمام فده اسهل في ايه، اسهل في ان انت بدل ما احنا كنا قعدنا بنعمل بوينت وبعد البوينت فريم والفريم نعملها شيلز او اريا. تمام ونقعد نعمل اساينمنت للود. لا ده اسهل بكتير ان انت ايه تعملها، ده تمبلت. تمام فالطريقه اللي انا قلت لك عليها في المحاضره بتاعت اللي تشمني، لا دي في طريقه تانية برضو ايه اسهل هنا. يعني انت على حسب ما انت عاوز تختار ايه اسهل. اوكي طيب خلينا تعالى كده ايه نشوف بقى الايه الجزء بتاع الشيلز بتاعنا. طيب هنلاقي في شويه حاجات تانية. في حاجات هنا زي ايه، بارل شيل اللي هي شيل بالمنظر ده، شيل واحده. تمام في مالتيبل شيل بالمنظر ده، 2 شيلز مثلا، بحيث ان انت يكون عندك ايه، عندك اكتر من شيل. يعني تمام نمبر اوف بيز 3 4 5. ليه ممكن يكون عندك ايه
هي كار باركينج. كار باركينج مثلا هي عباره عن شيلز بالمنظر ده، تمام. طيب ممكن تبقى حاجه كده بالمنظر ده هايبروليك، بارابوليد، يعني شكل كده ايه، بارابولا، تمام. البارابولا انت بتبتدي تدخل له ايه، شويه بارامترز تانية. طيب ايه الحاجه التانية اللي ممكن تهمنا؟ الجزء بتاع السفيريكال اللي هو ممكن تخش عامل زي الدوم، تمام. هل في دوم؟ في دوم، سفيريكال دوم اهو، في دوم بالمنظر ده تمام. يعني سفيريكال دوم خلاص، هي حاجه كده ايه، سفيريكال، يعني جزء هاف سفيريكال. طيب او ممكن تكملها كذا كوره، تمام. طيب الحاجه الثالثه بقى الاخيره ليه، البارابوليك دوم، يعني انت ممكن تبقى الدوم مش عندك، مش مكمله، عندك فيها فتحه من فوق وفيها شكل معين، او انت عاوز تعمل يعني هي حتى بالمنظر ده وبعد كده مكمله، ممكن جزء تاني اسطواني لفوق، اشكال تانية مختلفه. انت فساعتها بتديك شويه بارامترز اكتر عشان تبتدي ايه، ترسم الايه البارابوليك دومز دي. كل الحاجات دي تمبلتس هي موجوده في البرنامج، تمام، تقدر تختار منها. طب احنا الكيس بتاعتنا ايه، البارل شيل ديت، تمام، محتاجين نفهم شويه البارامترز دول. طب عشان نفهم شويه البارامترز دول هنعمل ايه؟ هو ايه اللينس اللي هو قصده، هو ايه ده؟ طب هو ليه مش راسمهم هنا؟ بص لو انت دخلت على الجزء البارامتريك ديفينيشن ده هتلاقي الشكل ده. طيب خلينا ايه الشكل ده عباره عن ايه، تمام، خلينا نفهمه ايه واحده واحده، تمام. طيب الجزء بتاع دلوقتي مثلا، طيب احنا دلوقتي لو احنا مثلا دخلنا مثلا كده، طيب انت دلوقتي ال هو اللي هو فين، يعني هو دلوقتي بيقول لك ايه، اول حاجه اللينث ده ليه، الاتجاه الطويل بتاع الشيلز اللي هو ده، تمام. الاتجاه الطويل ده ال، تمام. فهو ده ال ايه، البارامترز ال الاولاني. طيب الحاجه الثانيه، هو بيقول لك ال دي متقسمه كام، يعني احنا لو دي عندنا 5 متر، تمام، ممكن نقسمها كل متر، ممكن نقسمها كل متر. فساعتها لو هي دي 5 متر يبقى نحط دي كمان 5، فبالتالي يبقى كده الديفيجنز بتاعتي ايه، متر في الاتجاه التاني. طب الحاجه التانيه بيقول لك الريدس بتاعها كام، الريدس بتاعها اللي هو الار ده، تمام. الار مثلا بتاعنا هنا ايه، 5 متر، هيرسم لك الدوم على يعني القرش على 5 متر، ده الار. طيب التي بقى اللي هي الانجل ديت، فهي مثلا هي كانها سيمتريك على الناحيتين، فبالتالي التي ديت لو انت عايز ترسم ارك، تمام، 180، فتحط التي دي ب 90، تمام، يرسم لك الهاف سفيريكال ده. طيب لو انت مثلا عايز مثلا تبقى دايره كامله، تخلي التي ديت 180، هرسم لك ال 180 كده وكده، فبالتالي تديك زي كوره مثلا او سفيريكال. طيب الديفيجنز بقى في الاتجاه التاني، يعني هو انت مديك ان ديفيجن اللي احنا اتكلمنا عليها، نمبر اوف ديفيجن اللي هو ده، لو قلنا لينس 5 ممكن نعمل ادي 5، فبالتالي ايه كانك قسمتها كل متر. طب في الاتجاه التاني اللي هو ده الام ديفيجن في اتجاه الانجولار، تمام. فانت ممكن تعمله كام، ممكن تعمله 8، ممكن تعمله 16 زي ما احنا اللي انت عايزه، تمام. طيب بيقول لك انت ممكن تدخل ريسترين وتعمل جريد لاينز لو انت ايه عايز. طيب ايه بقى اللوكيت اوريجين ده، انت محتاجها فين، محتاجها اون جريد ولا محتاجها على ارتفاع 5 متر، 10 متر، 20 متر، ارتفاع كبير؟ فساعتها ممكن تعمل ايه، لوكيت كوردينيت، فكانك انت عملت لها ايه اوفست، لان الكوردينيتس بتاعتها مش عند 0 0 0، لا ممكن تعملها ايه في حته اعلى. اوكي. طب تعالى كده نرجع تاني للبرنامج. وبالتالي هنا احنا الشيلز بتاعتنا خلاص، احنا فهمنا البارامترز دي. ندخل مثلا احنا اللينس بتاعنا كام، قلنا وليكن 5 متر. طب في الاتجاه الديفيجنز بقى قلنا هنقسمها كل ايه متر، ايه يبقى 5 على 5 ايكوال 1، لو انت مثلا كل عايزين نقسمها كل متر. طب قلنا الرول ديت عشان احنا عاملينها زي هاف سفيريكال فتبقى ايه 90. ليه؟ لان 90 ديت بيعمل 90 يمين 90 شمال، لو انت 180 هيعمل لك 180 يمين و180 شمال. طيب الديفيجنز بتاعتها في الاتجاه ده كام، ممكن ناخدهم 8 ممكن ناخدهم 16، تمام، زي ما انت عايز، تمام. لو خدناهم 8 خلاص هتبقى زي نفس الاكزامبل اللي فات. طب الريديوس كام، الريديوس 5. اوكي. والكويت كوردينيت ده بيقول لك ان انت في الاخر انت عايز تعمل ايه، على انهي كوردينيت سيستم، وعلى الاوفست بتاعتك فين، ماشي. الشيلز برضه نفس الكلام، احنا ممكن قلنا ممكن تيجي من هنا وتعمل ايه، اد نيو شيلز، الشيلز السكنس بتاعك انت في الاخر مثلا الشيل ديت 1.25، اوكي، وتختار السكشن ده عادي، تمام. بيحط لك ريسترين ويعمل لك جريد لاينز، اوكي. طيب نتك اوكي، نبص كده شوف عمل ايه، رسم لنا الشيلز بتاعتنا اهي بشكل سهل وبسيط. طيب نلاحظ حاجه، هو حط السبورتات فين، حط السبورتات هنا. هل ده مناسب ليك؟ ممكن ما يكونش مناسب ليك، انت ممكن تكون عملت سبورت هنا، فدي حاجه ممكن ان انت بترجع ليك ان انت تعدلها. يعني ايه،
ان انا دلوقتي السبورتات ممكن تكونش كده، ممكن تكون مثلا في الاتجاه التاني، تمام. فده انت ايه هتسلك السبورتات دي تعمل لها تشيلها، تمام. وبعد كده ايه يعني انت مثلا هتختار كده مثلا، فاخترنا الايه السبورتات دي، تيجي لو انت عايز تعملها تعمل لها اساين جوين، تعمل ريسترين، عايز تشيلها تعمل ايه خلاص تعمل لها في الاخر فري بالمنظر ده، يبقى انت كده شلت السبورتات. اوكي، فهي اتشالت من هنا. طيب لو انت عايز ترجع تاني تعمل كنترول زد. اوكي، ده بالنسبه لايه للسبورتات. طيب الحاجه التانيه انا محتاج دلوقتي اعمل ايه، محتاج اعمل، احنا قلنا قسمناها كام، قسمناها تمام كل متر. طيب خلينا احنا دلوقتي نعمل حاجه ايه تانية، محتاجين نعمل ايه، محتاجين نعمل حاجتين، نعمل نبين اللوكال اكسس بتاعت، بس دي المره دي للاريا مش لل الاريا مش للفريم، لان احنا مقلناش فريم دلوقتي. نفس الكلام، هو هتلاقي اللوكال اكسس طالع لفين في اتجاهه لايه لبره. طيب الحاجه التانية خلاص احنا هي بقت معموله في الاوبجكت، فخلاص مش محتاجين يعني عشان نبين الشيلز تبقى اوضح شويه. طب الجريد دي مثلا شكلها مضايقاني وهي في الاخر عامله، فاعمل ايه اختصار كنترول دي، تمام. خلاص يبقى احنا ايه هنشيل الشيلز دي. اوكي، طيب تعالى بقى كده، طب انا عايز اعمل اساينمنت لللودز اعملها ازاي. خلينا دلوقتي ممكن اقول لك طريقه اسهل دلوقتي، ده انه اتجاه، ده اتجاه الواي زد. طيب ممكن نيجي هنا في الجزء اللي على اليمين ده ونعمل فيو سيت 3 دي فيو، تمام. نختار الواي زد، اتجاه الواي زد، تمام تمام، ونعمل ايه ابلاي. ده هيعمل ايه كانه جاب لك كل البتاع كده اهوت ورا بعضه. فانت لما تيجي تختار الشكل ده، تمام، اختار لك كل دول. طيب نخلي بالنا من نقطه، هو باصص منين، باصص من الناحيه دي، تمام، ما بيبصش من الناحيه دي. فبالتالي لو انت عايز تختار شويه الشيلز اللي على الشمال دول عشان انت مثلا في اتجاه مثلا ده كده، فانت تختار، نخلي بالنا من نقطه مهمه. دلوقتي الويند هنا مش في اتجاه الاكس، ده الويند كده في اتجاه الواي، خلي بالنا من النقطه دي، ده اتجاه الواي زد. فبالتالي لو انت عايز تختار دلوقتي، تمام، ده كده في اتجاه انه اتجاه الواي، فهي كانك عندك ويند في اتجاه الايه الواي. اوكي، سيبك من الشكل ده، تمام. احنا دلوقتي ايه خلينا ممكن ممكن نعمل له روتيت كده عشان ايه يبقى اوقع شويه عشان ما نتلخبطش. تمام تمام تمام. فبالتالي لما نختار دول يبقى احنا اخترنا ايه، اخترنا شويه دول، هو كده الويند في اتجاه الايه الواي. فاحنا ساعتها لما نيجي نختار، تمام، لو عملنا ديفينيشن لللود باتر، يبقى انا ساعتها هقول له ايه، انا عندي ويند في اتجاه الايه الواي. اوكي، ونقول له ده ويند واد، وده كده ايه نون مثلا. او انت ممكن تعملها يورو كود لو انت حابب مثلا تعمل له يورو كود مثلا، تمام، وتقول له مثلا موديفاي لود باترن عشان يعمل لك موديفاي للكود، وتعمل له موديفاي للود. ساعتها انت بتختار ايه ده كده 42. وقلت لك ممكن لو انت الارتفاعات عندك مش كبيره ترجع للكود عشان ايه الكيبي هنا بيختلف من بدايه الزيرو بتاع الارض. طيب هو هنا بيقول لك هتختارها منين، ممكن تختارها، هو بيقول لك اكسبوجر اند بريشر كوفيشنت تختاره منين، هل انت عندك دايفرام، لو ما عنديش دايفرام طب تختاره منين، ممكن تختاره من الاريا. لما تختاره من الاريا هيشيل لك الايه الحاجات دي اتكلمنا عليها قبل كده، الويند دايركشن انجل ده لما تكون مثلا في اتجاه مثلا الواي واتجاه بعد كده ايه الاتجاه التاني، يعني في اتجاه اكس واتجاه واي، فساعتها تاخدها مره بالزيرو، اللي هي دي تاخدها مره بالزيرو، وفي الاتجاه التاني تاخدها بايه ب 90 درجه. طب ده الكوفيشن بتاع الويند وورد اللي هو البوينت 8 واللي وورد البوينت 5. لكن لو انت بتعمل الاريا اوبجكت خلاص يبقى انت تعمل الفاكتور بتاع ايه، الفاكتور بتاع السي اي على طول. فبالتالي احنا هنا خلاص هو هيعرف الويند هنا بارامترز، تمام، الويند هنا بارامترز خلاص هو هيحسبها، هيحسب كل الكلام ده كله. يبقى احنا محتاجين بس ايه، محتاجين ان احنا نعرف السي بي فاكتور، تمام. فبالتالي احنا هنا دلوقتي ايه قلنا، احنا دلوقتي اول 2 شيلز دول ده المنطقه ايه، الاربع شيلز اللي بعدهم دول منطقه بي، التو شيلز الاخرانيين دول منطقه ايه سي. وبالتالي احنا كل الفاكتور اللي احنا هندخله هنا المره دي ايه، مش هندخل بقى القيم دي، مش هندخل قيم البريشر، لا هندخل القيم السي اللي هو الفاكتورز دي.
اوكي سي اف ليه؟ لانه اوريدي هيحسب الفاكتورز دي، هيحسب الكيو وهيحسب لك الكي. خلاص يبقى احنا محتاجين ندخل الفاكتور بتاع السي او السي اف. اوكي فالقيمه اللي هندخلها ايه 0.75 ونيجاتيف 1.2 وبوينت ايه 5. اوكي طيب خلينا نرجع تاني. هنختار احنا قلنا ايه اول تو لايرز او من الشيلز اللي هم دول. هنيجي نعمل اساين عندك الاريا لود فيها حاجه اسمها ويند بريشر كوفيشن اللي هو الويند بريشر كوفيشن ده بايه. خلاص هو الويند بريشر تمام في ده اتجاه الويند واي. الكوفيشنت بتاعك كام؟ قلنا الويند بريشر 0.7 نلاحظ حاجه، قلنا اللوكال اكسس في اتجاه الخارج، فبالتالي هنعملها كام نيجاتيف 0.75 عشان ايه تبقى في الاخر داخله على الايه الشيلز المنظر ده. اوكي طيب بعد كده احنا قلنا ايه؟ قلنا الشيلز اللي هي دي كلها اللي هي في النص ديت تمام اللي هم 1 2 3 4 دول هتبقى كام؟ قلنا هتبقى 1.2 بس هتبقى بوزيتيف بقى عشان تبقى ايه تعمل سكشن تمام يبقى 1.2 تمام. اوكي اخر بقى تو لايرز دول من الشيلز هنعملهم كام؟ اللي هي بوينت ايه 5 هتلاقي ايه هنا بوينت 5 بوينت ايه 5 ده كده ايه يبقى احنا كده عملنا بالظبط ايه ده كده ان احنا عملنا الاساينمنت بتاع الايه القرش. يعني انا متخيل ان دي ان شاء الله تكون اسهل طريقه. لو حد عنده طريقه اسهل تاني ممكن يفيدنا ويقول لنا في مثلا ممكن طريقه ممكن تكون اسهل من كده يعني ان شاء الله. احنا جاست ان احنا بنتبادل الخبرات والكلام ده كله. يعني مش شرط تكون ممكن يكون عنده واحد بيز على الاكسبيرينس ممكن تكون عنده طرق اسهل من كده بكتير، او ممكن يكون عمل مثلا ديفلوبمنت في حاجه معينه تكون مثلا ايه اسهل من كده. اوكي يعني كده دي الطريقتين اللي انا بقول لك عليهم بحيث ان انت لو ده دي طريقه شرحنا الطريقه بتاعت الفريم اليمنت والطريقه بتاعت ايه الشيل اليمنت كده ان شاء الله. ان شاء الله كده ايه المره الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى نبتدي نشرح بقى ايه نفس الكلام بس ايه على الدومز يعني ان شاء الله. اوكي يعني اشوفكم على خير ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين.